في قلب القاهرة وسط الزحمة والدوشة كان في 2 أصحاب، آدم وكريم. بيشتغل فني ميكانيكي شاطر جدا، إيده تتلف حرير، وكريم شغال جرافيك ديزاينر دماغه فيها ابتكار مش طبيعي. بس رغم إن الاتنين بيكدوا كأنهم بيبنوا برج خليفة اللي عايشة آخر الشهر بتطلع عليهم غول. آدم كان قاعد على سور كوبري أكتوبر ماسك علبة سجاير فاضية وقاعد يغرش في دماغه. كريم شافه وقال له: يا عم إيه الكآبة دي؟ مش المفروض تبقى بتقبض النهاردة؟ آدم ضحك وقال له: قبضت، ويا دوبك سددت الإيجار والكهرباء وحطيت بنزين، ولسه باقي الشهر طويل. كريم رمى نفسه جنبه وقال له: وأنا كمان نفس الحكاية، بنشتغل زي الحمير وبرضه مش عايشين، بنمشي بالعافية. سكتوا لحظة وكل واحد فيهم غرق في حلمه. آدم كان بيحلم إنه يبقى عنده ورشة ميكانيكا كبيرة، وكريم نفسه يفتح استوديو جرافيك محترم، بس الحلم بعيد بعيد قوي. آدم قال: هو احنا بنعمل إيه غلط؟ ليه في ناس عايشة ملوك وإحنا بندعي ربنا آخر الشهر الإيجار يتسدد؟ كريم قال له: يمكن الناس دي تعرف حاجة إحنا مش عارفينها، يمكن الموضوع مش بس شغل وكد. وهنا نورت في دماغهم فكرة: طب ليه ما نسألش واحد ناجح، واحد قدر يعمل حاجة؟ آدم قال: انت ناسي عم إبراهيم صاحبنا بتاع الكافيه؟ الراجل كان شغال قهوجي ودلوقتي فاتح سلسلة كافيهات باسمه. كريم قال: صح، بالراجل ده أكيد عنده سر، يلا بينا نزوره، يمكن يعلمنا ازاي بدأ من الصفر. وقفوا ودماغهم مليانة أسئلة، كانوا حاسين كأنهم أول مرة يصحوا من حلم طويل من التعب بلا نتيجة. يلا بينا يا صاحبي الجميل، نشوف ازاي نغير حياتنا من مجرد جري ورا لقمة العيش لحياة فيها راحة وأمل. يا صاحبي الجميل، انت حسيت قبل كده انك بتتعب جامد وبرضه محلك سر؟ احكيلي في الكومنت، خلينا نتكلم من القلب للقلب. أول خطوة للتغيير مش في الفلوس اللي معاك، أول خطوة في السؤال: أنا ماشي صح ولا بلف في دواير فاضية؟ وصاحبك الجميل بيحكي لك عشان تصحى معانا للحقيقة. مستنيك الحلقة الجاية، ويلا بينا.